انا فرحان. اصل انا يعني بتكلم من قلبي يعني، فانا فرحان ان دره معانا النهارده. تماسك يا ريتش، تماسك. ويا رب الحلقه تعجبكم. دره عملت اعمال كتير كويسه وحلوه وكلنا اتبسطنا وسمعت مع الشعب المصري، خصوصا مسلسل عار. انا ما فوتش حلقه، كنت اتفرج عليه مرتين يعني. ودور سماح طبعا عجبني جدا، فخلينا بقى نتكلم معاها ونبدا بقى الحلقه. ازيك؟ تمام الحمد لله. انا هعمل حلقه معاك انت بس يلا خلاص. بينا. لا يعني مع ان اياد ودينا حبايبي وكل حاجه، انا بس ممكن ابقى جديد يعني الضم مذاكر يعني انت المسلسل وكده، 30 قناه فاكيد بصراحه بقى اكتر واحد فينا مذاكر ده فعلا. كده برضو ومن غير ما يذاكر يعني، هو بيذاكر لوحده. طب احكي لنا كده على البدايه في تونس. انت كنت اقتصاد وعلوم سياسيه، صح. وبعدين جت قصه التمثيل ازاي بقى؟ لسه هنرجع لقصه التمثيل جت ازاي. طيب اوكي. عشان انت مثل كويس لشباب كتير، فبالعكس الناس تتعلم منك. طب يعني كويس طبعا، ده مهم جدا. ان انا يعني دراستي كانت علوم سياسيه، فما كنتش قوي في مجال الفن، بس انا كنت حباه من زمان وحابه التمثيل من زمان وحطاه في دماغي. بس اهلي كانوا معترضين شويه الاول وكده، ف برضو انا كنت كويسه زيك، بجيب مجموع كويس وشاطره متفوقه. بس فدرست علوم سياسيه وعملت ماجستير وكده. بس كنت بارلل لكده عملت مثلا بشارك مثلا في ورك شوب مسرح، مش عارف ايه حاجه، تدريب ممثل، الحاجات دي. وبعدين عملت مسرح في الاول، عملت 3 مسرحيات. ودي انا حاجه على فكره شباب كتير ما بيفكروش فيها، بيبقوا عايزين يمثلوا فبيروحوا على طول للكاستنج وبتاع، وعايزين مثلا يمثلوا في التلفزيون او في السينما على طول. ما في المسرح احيانا المسرح بيبقى كويس جدا يعني، مش احيانا، انا شايف المسرح ده بالظبط ممثل، بيبقى ممثل مسرحي، وبعدين بيعلم حاجات كتير وبيخليك يعني انت قدامك جمهور على طول، يعني بينك وبينه مسافه قليله وانت بتفك خلاص، بتاخد ثقه شويه. طبعا هو التمثيل المسرحي غير الاداء التلفزيون والسينما، فعشان كده لازم الممثل يميز ما بينهم، ما يأديش نفس اداء المسرح، هيبقى صوته عالي جدا وهيبقى اوفر شويه. هيبقى اوفر شويه، مش هينفع خصوصا في الكلوز ابس وبتاع. بس لا دي تكنيك يعني، بس كتجربه هي تجربه كويسه جدا. وانا حتى يعني لغايه دلوقتي بحب المسرح جدا. بعد كده من المسرح برضو شافوني ناس كمان في فكره تانية، ان انت ممكن يبقى في ضيوف او ناس من الجمهور بيبقوا كمخرجين او منتجين او كده، فبيشوفوك في الاعمال دي في المسرح، فممكن يفكروا فيك في حاجه تانية. ففعلا يعني جالي بعد كده ادوار في التلفزيون والسينما في تونس، فمثلت وكده. وبعدين بقى فكرت ان انا اجي هنا مصر. حسيت انه يعني اولا الانتاج هنا اكتر طبعا، في صناعه سينما، هي هوليوود الشرق زي ما بيقولوا. ما حدش قال لي جيت له يعني، ما حدش قال لي، بس هي كانت طبعا مفيش عرض جه يعني. دور مثلا حد شافك في فيلم تونسي او مسلسل تونسي، فجالك الاوفر اللي هناك، انت اللي قلتي انا هنزل وابدا اسعى لوحدي؟ هو انا لا، ما قلتش هنزل وابدا اسعى، لان دي فكره صعبه جدا كانت بالنسبه لي. بس انا قلت ممكن اجي مره 2 اشوف الحياه عامله ازاي، وممكن احاول اتعرف يعني. انا كان في دماغي مش عارفه ليه كنت عايزه اقابل يوسف شاهين، انت جيتي فانا رحت على طول قلت ليه يعني. كان سهل يا دره يعني اول ما نزلتي مش عارفه حد في مصر وكده، كان سهل ان انت تروحي؟ بصي هي مجازفه، لا انا كان عندي شويه صحاب في مصر، مش عارفه حد خالص. بس طبعا كوسط وكده ما اعرفش ناس كتير يعني، قليلين، اعرف ناس قليله. هو يعني اصل في الاخر انت هتروحي هتطلبي ان انت تقابليه كممثله يعني وكده، هيقبل او ما مش هيقبل، فانت في الاخر رايحه لحد كبير جدا، مجرد ان انت تعرفي عليه وتسلمي عليه وتقعدي معاه ربع ساعه ده كفايه يعني. انا كنت هبقى ساتيسفايد بكده. فان هو يعني طبعا لما رحت خدت ميعاد بعد كده وادوني ميعاد معاه، وبعدين قابلته كان في منتهى البساطه والتلقائيه واللطف يعني جدا، وشاف صوري والسي في بتاعي وكده. وبعدين بالصدفه برضو كان بيحضر الفيلم هي فوضى، فقال لي ممكن يبقى في دور مناسب ليكي وكده وبس. وبعدين سافرت تاني وبعتوا لي بقى يعني، قالوا لي يعني الاستاذ عايزك في فيلم هي فوضى وكده في الدور ده. وجيت تاني لما جيت بقى المره الثانيه، فجايه قلت كويس يعني، انا كده داخله بحاجه بعمل، حتى لو مع يوسف شاهين طبعا يعني من الباب الكبير يعني الحمد لله.
حتى ان دوري في فوضى مش دور كبير قوي، بس كفايه انه يعني بس- مع انك الأستاذ اشتغلتي شيرين معاه اصلا وأستاذ وخدتي زهير يوسف. خبره بالظبط كده، خدت خبره ومع فكان بالنسبه لي ده يعني حاجه كويسه بس عارفه يا دورة، كبدايه يعني في مصر. الممثل بيبتدي واحده واحده، يعني اللي هو يعني بيبتدي يعمل دور صغير مع مخرج ممكن يكون جديد، وبعدين يكبر يكبر لحد ما يبقى حلمه ان هو يوصل في الاخر ان انا اشتغل مع اسامي زي يوسف شاهين. انت بعديها الاولى في الغرام، الفيلم اللي عملتيه مع هاني سلامه، وحيد حامد. فلما البدايات تبقى اسامي كبيره كده، بتفكري في اللي بعديه ازاي؟ يعني هتعملي ايه بعد بص كده؟ هو مش فكرة، يعني ممكن ساعات تشتغل مع مخرج جديد برضو ويعمل يعني شغل كويس جدا ويعمل فيلم هايل او مسلسل كويس جدا وينجح وكل حاجة. بس طبعا الكبار يعني انا نفسي، في ناس كتير لسه ما اشتغلتش معاهم، نفسي قوي اشتغل معاهم يعني. ده بيحط مسؤولية ان انت يعني تختار دايما وتحاول تحافظ على مستوى، بالعكس ان انت تبقى احسن بعد كده وتطور نفسك وكده. كنت عايزه اقول حاجه انه يعني طبيعي ان الممثل يبتدي يعني خطوات، خطوة. ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه. بس في نفس الوقت في مخرجين بيحبوا يقدموا دايما وجوه جديده وناس جديده، يعني زي يوسف شاهين هو طول عمره قدم وجوه جديده كتير جدا يعني، وقدم ناس بقوا نجوم بعد كده. كل اللي بيقدمهم كان هو فعلاً. اول حد بيقدمهم، وساعات بيقدمهم في بطولات كمان يعني. فهو دايما مكتشف نجوم، وهو يمكن عشان كمان مخرج كبير واسمه كبير، فهو بيعتمد على الفيلم يعني بتاع المخرج، للمخرج وللمؤلف ولمجموعه الممثلين كلها، مش فيلم النجم. فهو ممكن يعمل فيلم مع نجوم، وممكن يعمل فيلم مع مثلا نجوم جداد او وجوه جديده او كده، ويعمل يعني بيعمل بصمته في كل الحالات يعني، فاهمه قصدي؟ فهو بالعكس، وكل مخرج تلاقيه بيقدم ناس جديده، مش شرط يكون هو مخرج جديد، بالعكس. طب انت اشتغلتي مع مخرجين جامدين قوي، اشتغلتي كمان مع ابطال ممثلين جامدين. مين اكتر حد، انا عارفه السؤال ده رخم قوي بس مين اكتر انا عارفه حد انك بتحبي منى شلبي قوي، انا اشتغلت معاها مرتين مين اكتر حد كنجوم رجاله او بنات، مين اكتر حد حسيتي ان انت مرتاحه وانت بتمثلي معاه، يعني في كيمستري وبلاش بينكم في اجابات التمثيل؟ دبلوماسيه بتاعت سياسه بصي غير ان كلهم ارتحتي معاهم والله صعب يعني. لا بقول لك حاجه، يعني هقول لك، هي مش فكره دبلوماسيه، وفي كذا حد فعلا يمكن انا يعني الحمد لله اللي اشتغلت معاهم كانوا كويسين. وانا عامة أنا شخصية بعيدة عن المشاكل يعني، فبعرف أتأقلم مع الناس اللي قدامي. يعني هقول آخر حاجة مصطفى شعبان طبعا في العار، متهيألي الأستاذ يقول باين إنه كان في كلنا كيمياء كويسة يعني ما بيننا، إن إحنا كان كده ماشي. أصل بالك كتير ساكت هو مركز، لا هو مش ساكت. جرب من الحاجات اللي متعودين عليها في مصر، ان ساعات كتير قوي بيتعرض على نجوم ولسه طالعين زي ما انت قلتي، يعني انت قلتي بتحبي تتدرجي ومهم ان الممثل يتدرج، بس هل اتعرضت عليكي يعني انت جالك مثلا حاجه تحطي بطوله مطلقه في سيت كوم في فيلم وانت اللي اخرتيها شويه؟ والله بص، هو جالي بطولات لغايه دلوقتي، بتجيلي بطولات مع بطل مثلا يعني قدام بطل، او بطوله جماعيه. بطوله مطلقه مؤخرا دلوقتي حالا يعني جات لي في حاجه في مسلسل يعني، مع طبعا مجموعه من الابطال. بس انا يعني طبعا شايفه ان ده لسه بدري عليه بس شويه. هيتقال عليه مسلسل درة يعني زي ما بيقولوا لا يعني ليه يعني لا بالعكس، هو هايل ان يكون الممثل فاهم، او انت يعني انت شايفه ان هو لا لسه شويه، اكيد حطها في دماغك في يوم من الايام هتيجي، بس انك لا حطها في تتأني فيها دماغي. مهم عشان وبالنسبه لي دلوقتي في المرحله، وحشة. بالنسبه للمرحله اللي انا فيها، مهم جدا بالنسبه لي ان انا اكون بطله، بس مش مهم ان انا اكون بطله مطلقه او بطله لوحدي، او بالعكس انا لسه انا عايزه اتعامل مع ممثلين وممثلين جامدين، وعايزه يعني اعمل بطولات جماعيه، وعايزه اعمل يعني بطوله مع بطل، وعايز يعني مش شايفه ان مش ده يعني دي ممكن تيجي بعد كده شويه. وممكن كمان حتى لو جت ممكن اعمل ده مره، ومره تانية ارجع يعني في مجموعه، او ارجع مع بطل، او يعني مش لازم تبقى حاجه ثابته يعني، مش لازم تبقى حاجه ثابته، اصل هي مش بطلة. سلم وظيفي يعني، فالواحد بيبقى كده وبعدين بيبقى بطل تاني وبعدين لو دور صغير حلو خالص يعني. بره ممكن تلاقي بنيلوبي كروز مثلا خدت جايزه اوسكار على دور تاني، مع ان البطلات اللي كانوا عاملين ادوار اكبر من دورها كانوا جداد يعني، هي اقدم منهم مثلا، وكانت عامله سكند رول وكانت واخده فيه جايزه وكان هايل جدا. فده مش شرط، وفي نفس الوقت هي ممكن في نفس السيزون تعمل فيلم هي بطله مطلقه فيه يعني، هو على حسب الدور وكده. احنا شويه عندنا يعني الموضوع. خليني اكلمك على